انفجرت الاحتفالات العارمة أمام منزل ستريمر المغربي الشهير إلياس المالكي بعد أن حقق المنتخب المغربي الذي يقوده فوزا ساحقا وتأهلا مستحقا إلى ربع نهائي دوري الملوك. ملأت الهتافات والأغاني الحماسية الشوارع المحيطة بمنزله، معربين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز التاريخي. اللاعبون بقيادة قائدهم الشاب المالكي عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذا النجاح، ووعدوا الجماهير بمزيد من الإنجازات في المستقبل. لم يقتصر الاحتفال على الشوارع المحيطة بمنزله، بل امتد إلى مختلف أنحاء المدينة، حيث خرجت الجماهير لتعبير عن فرحتها بهذا الإنجاز الذي رفع اسم المغرب عاليا في سماء الرياضات الإلكترونية.